تعرف يا صديقي إن في مشهد دايما بيتردد في دماغي وأنا صغيرة لما كنت بشوف الكبار دايما مصرين إن هما يتفرجوا على الأخبار. كنت بستغرب جدا ليه الإصرار ده، بس دلوقتي عرفت ليه. لما لقيت نفسي كل شوية بدخل على تويتر أشوف إيه اللي حصل في الأخبار. ده أكتر مشهد بيتردد في دماغي دلوقتي علشان سبب معين. إحنا من بعد الأحداث الأخيرة اللي حصلت في فلسطين مش زي قبل خالص، تفكيرنا والمشاكل اللي بقينا نهتم بيها بقى مختلف جدا، وده خلى سؤال مهم جدا يزن في دماغي الفترة دي: فين دور العرب؟ وهل احنا فعلا خذلناهم؟ بصراحة احنا خذلناهم، واحساس الخذلان صعب جدا، وده بشوفه مع كل صورة او فيديو لاخواتنا. بس اللي هفاجئك بيه بقى يا صديقي ان الاحساس الخذلان ده ممتد من زمان قوي، من ايام نكبة 48 او نكبة العرب. تعال احكي لك كل حاجة بس بعد الانترو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كتاب من الآخر. أرحب بكم، أنا مروة خالد وأنا نبدأ. في البداية كده جايلي السؤال ده وقررت إن أنا أجاوبه معاكم ونفكر وندور مع بعض علشان أجاوب، وبالمرة أكمل لكم الحكاية اللي حكيتها المرة اللي فاتت وقلت لكم والحديث بقية. أتمنى إنكم تكونوا شفتوا الفيديو علشان تفهموا السياق اللي إحنا ماشيين فيه والبداية كانت إيه. والنهاردة هنبدأ من قرار التقسيم اللي اعتمدته الأمم المتحدة. بص يا صديقي، قرار زي ده سبب غضب كبير جدا للدول العربية. أكيد طبعا أدانوا اللي حصل، ما هم ده اللي شاطرين فيه، يعني هم سايبين ده كله يحصل وجايين يغضبوا دلوقتي. المهم اديت لنفسي فرصة وقلت يمكن أكيد الغضب ده ينتج عنه ردة فعل جامدة، وبدأت أكمل قراءة. بس بص يا صديقي، من النهاية كده هذه الحلقة مش هدفها إدانة أو اتهام العرب لسببين: السبب الأول لأن أنا عربية زي زيكم، يعني أكيد مش هدين نفسي. تاني نقطة إن إحنا فعلا مدانين ومتهمين، إحنا ضيعناهم وضيعنا نفسنا. فمن الافضل ان احنا نفهم الوضع احسن ما نقعد نقول مين بيدين مين ومين بيتهم مين. خلونا نكمل. المهم يعني يا صديقي، الدول العربية قامت بحرب ضد الطرف الثاني اللي هي اسرائيل. تعالوا بقى نتخيل شكل الحرب كان عامل ازاي. الطرف العربي واللي كان بيتكون من عدة دول عربية اللي هي مصر، العراق، سوريا، الاردن، اليمن، والمملكة السعودية. اما على الجانب الثاني كان الجانب الاسرائيلي او فيران الصهاينة، عبارة عن مجموعة من العصابات الصهاينة اسمهم الهجانة، البلماخ، الشترن، الأرجون. والله يا صديقي أنا عارفة اللي جه في بالك دلوقتي بالظبط. قلت أكيد الحرب دي محسومة لينا، شوية دول عربية أو مجموعة من الدول العربية بتحارب شوية عصابات. أكيد الحرب دي محسومة لينا، ده احنا هنكسب الحرب دي واحنا بنشرب كوباية شاي مصري وشوية مناقيش سوري على لبناني. بس أحب أقول لك يا صديقي إن أنت متهور للأسف، لأن في قاعدة مهمة جدا بتقول: أعرف عدوك. وده كلام بديهي جدا، انا مش بخترعه، معروف من زمان جدا، بس احنا للاسف اللي بننسى وبنتغر في نفسنا. وده لان ببساطه الحرب دي نهايتها كانت نكبه او نكبه العرب. تعرف بنقول عليها ليه خساره او نكبه؟ وده مش كلام مرسل وخلاص، هنجيب بالادله. وتعالوا اول حاجه نشوف بالارقام. ببساطه كده الجانب العربي، مجموعه الجيوش العربيه اللي راحت، اكبر عدد فيهم كان الجيش المصري وكان عددهم 10,000 جندي رايحين حرب عربيه ب10,000 جندي بس. اما بقى الجيوش التانية كان عباره عن يعني الافات او مئات. يعني الارقام اللي حاولت اجمعها من كل المواقع والمصادر اللي لقيتها هي بتتراوح ما بين الافات، 2000، 3000، مش عارفه ايه الارقام دي، وهقول لكم التوتال في الاخر. تعالى بقى نقارن الوضع ده بالجانب التاني، الجانب الاسرائيلي. الهجنه بس لوحدهم كانوا 45,300 يا مؤمن. ده غير ان هم رفعوا سن التجنيد ل 35 سنه، فده طبعا زود الاعداد عندهم. وجالهم كمان مهاجرين او متطوعين من اوروبا لحد ما وصل عددهم تقريبا 107,300. بس طبعا واضح من العدد ان هو هيكون احد الاسباب، بس طبعا مش هنرمي عليه الحمل كله، لان في كتير جدا حروب وحاجات في التاريخ كان عدد قليل جدا وانتصروا. الفكره يا صديقي ان كان في استخفاف من العرب شويه، وكان في عدم ترابط ما بين كل الاطراف دي من حيث التكتيكات ومن حيث الخطط ومن حيث التعاون مع بعض. وظهر الاستخفاف ده من الجانب العربي ان هم استخفوا بالجانب الاخر وشافوا ان هم هينتصروا عليه بسهوله، ان هم ما سمعوش لتحذيرات كتير جدا. زي كان في تحذير من اللواء اسماعيل صفوت اللي قال: بات من المستحيل التغلب على القوات الصهيونية باستخدام قوات عربية غير نظامية. وهي دي النقطة اللي أنا عايزة أقولها، إن هي كانت قوات غير نظامية، مفيش تنظيم ما بينهم. كمان بقى يا صديقي إن الدول العربية في الوقت ده ما كانتش تقدر إن هي تتحمل حرب لمدة طويلة. دي أنا بشوف إن هي من أشهر الحاجات لتفسير النكبة. في سبب تالت هقوله لكم شوية كده، انتظروا. لسه هعمل لكم سسبنس كده، هي حلقه حزينه بس انا عايزه اعمل لكم سسبنس فيها عشان تتشدوا. بس عشان اكون منصفه، الجانب العربي عمل اللي عليه وقدم معارك مهمه جدا، بس الطرف اللي كان قوي جدا هو الجانب الاردني او الجيش الاردني.
لأنه كان الأفضل في التدريب من الناحية التكتيكية، وخاضوا معارك مهمة جدا زي باب الواد، اللاترون، ومعركة القدس، وقتلوا من الصهاينة أعداد كتيرة جدا يلا يكش اتحرقوا. والكلام ده كان على لسان الصهاينة نفسهم. يعني مثلا رئيس وزراء إسرائيل قال فيما معناه إن هم خسروا قدام الجانب الأردني ضعفي قتلهم في الحرب كاملة، وده كان في معركة باب الواد. وعلى فكرة الجانب الأردني كان متقدم جدا لدرجة إن في صورة وهحطها لكم دلوقتي للملك عبد الله بن الحسين موجود في القدس. كمان مصر ولبنان قدموا معارك حلوة جدا وعظيمة جدا. منصفين أهو قلنا الوضع. تعالوا بقى نرجع للأسباب تاني. فاكر السبب اللي قلت لك هقوله لك من شوية؟ هقوله لك دلوقتي، وقفت السسبنس. لما لقوا إن الجانب العربي قرب يتقدم شوية وكان ليهم معارك زي ما قلنا من شوية كانت حلوة جدا، طلع قرار بوقف إطلاق النيران وحظر التزود بالأسلحة من كلا الطرفين. وطبعا الجانب العربي التزم جدا بالقرار ووقف أي حاجة، لكن الجانب الإسرائيلي ما التزمش، وده طبعا عهدهم. اصلا ما لهمش عهود ولا ليهم اي مواثيق ولا ليهم اي دين على دماغهم. الجانب الاسرائيلي كان بيجيله السلاح والمتطوعين من اوروبا، وكانوا بيوسعوا من حدودهم وبيسيطروا على اراضي، كل ده وما شاء الله الهدنه شغاله. ده كمان بدأ بتطويق الجيش المصري اللي كان قرب يوصل لتل ابيب. الفكره بقى ان في 8 يوليو 48 رجعوا تاني الجانب الاسرائيلي للضرب مره اخرى، وفي 21 يوليو هدد مجلس الامن بفرض عقوبات على كلا الطرفين. بتفرض عقوبات علينا احنا ليه؟ اللي خرق الهدنة اهو. وفي الوقت ده قبل العرب بهدنة تانية، وده كان اعتراف صريح منهم بالهزيمة ونكبة العرب. وفي 7 يناير 1949 سيطرت القوات الإسرائيلية على منطقة النقب، وقامت بتطويق الجيش المصري اللي كان مرابط في الفلوجة. وفي 7 مارس وصى مجلس الأمن بقبول إسرائيل كعضو دائم في الأمم المتحدة، بيكافئوها. برافو. عرفت بقى ليه نكبة العرب؟ نيجي بقى لآخر نقطة واللي أنا اهتميت جدا إن أنا أبحث عنها وأحكي لكم عنها. كان أشيع إن سبب نكبة العرب أو هزيمة القوات المصرية في حرب 48 هو فساد الأسلحة. وسبب الحوار ده إن الكاتب إحسان عبد القدوس بعد رجوع الجيش المصري كتب في جريدة روزا اليوسف عن صفقة الأسلحة الفاسدة. بس أصلا هو طبعا بعدها بفترة كذب وقال إن هو مفبرك الخبر ده، ومصادر تاريخية كتير جدا قالت إن الكلام ده ملوش أي أساس من الصحة. يعني مش الأسلحة اللي عملت فينا كده. تهورنا وعدم إحساسنا بمسؤولية ومقدار البلوى اللي إحنا كنا داخلين عليها هو اللي عمل فينا كده. طبعا عارفة إن هي كانت حلقة حزينة، بس مش أحزن من الواقع اللي إحنا عايشينه دلوقتي. واقع حاسين فيه بالعجز وإحنا مش قادرين نعمل أي حاجة لإخواتنا. بس أقدر أقول لكم إن أكيد للحديث بقية. وكنتم مع كتاب من الآخر. سلام.